أهلا بيكم في برنامجنا الكورة في مصر اللي هيغطي ليكم آخر أخبار الكورة وأحداثها الساخنة جوه مصر بشكل يومي. لو عجبكم الفيديو متنساش تعمل لايك واشترك في القناة لو مكنتش مشترك، وما تنساش تقول لنا رأيك. البداية من نادي الزمالك اللي أكد إعارة المدافع المخضرم علي جبر لنادي وست بروميتش عشان يروح النادي الإنجليزي ويزامل حجازي زميله في المنتخب بعد ما النادي دفع فيه 550 ألف يورو. والمستشار مرتضى منصور أكد إن النادي له أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي في نهاية الموسم بمبلغ 2 مليون و150 ألف يورو. من الزمالك هنروح للنادي الأهلي اللي رغم تعثره في الشوط الأول قدام نادي الرجاء وتأخره بهدف نظيف، إلا إن شخصية البطل اللي تعودنا عليها من النادي الأهلي رجعت في الشوط الثاني وفاز في النهاية النادي بثلاثية من وليد أزارو وباسم علي وإسلام محارب. هنسافر على طول لمدينة بورسعيد وبالتحديد نادي المصري. حسام حسن مدرب الفريق قال انه طلب من الاهلي باسم علي وحسين السيد وعمرو بركات، لكن موصلش الرد لغاية دلوقتي، وكمل تصريحاته وقال ان في مؤامرة عليه من كل اندية الدوري الممتاز لانهم مش بيرضوا يدوله لعيبة، باستثناء نادي سموحة اللي قال ان النادي الوحيد اللي بيوافق يديله لعيبة. وكمان كمل حسام حسن هجومه على نادي الزمالك وقال ان المستشار مرتضى منصور حرض احمد كابوريا على عدم الذهاب للنادي المصري ابدا، كما انه يتسبب في مشاكل كتيرة بين الناديين، وده بيجي في ضوء الخلافات الكبيرة بين التوأم حسام إبراهيم وبين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللي من يومين خسر 1-0 من النادي المصري. هنختم جولتنا النهاردة بترتيب أندية الدوري الممتاز. النادي الأهلي سيطر على القمة ب 48 نقطة، وفي حالة فوزه على النادي الإسماعيلي يوم الثلاث الجاي نقدر نقول مبروك الدوري للنادي الأهلي. أما نادي الزمالك فمازال متعثر في المركز الخامس، وكله أمال إنه يرجع بقوة في المباريات الجاية بما إن الفريق اتحسن أداؤه على أرض الملعب. نتمنى تكون جولتنا النهاردة عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة واشتراك في القناة لو ما كنتوش مشتركين، واكتبوا لنا آرائكم وأي حاجة حابين تضيفوها للحلقات الجاية. نشوفكم على خير.